هل تعلم أن مستعمرة بأكملها اختفت ذات مرة دون أن تترك أثرا واحدا، تاركة وراءها كلمة واحدة محفورة على شجرة؟ في عام 1587 وصل أكثر من 100 مستوطن إلى جزيرة رونوك، رجال ونساء وأطفال. بنوا منازل وزرعوا محاصيل، ثم بعد 3 سنوات رحلوا. لا جثث، لا آثار صراع، فقط منازل مهجورة، وتلك الكلمة الوحيدة المرعبة: كروتوان. لم يكن مكانا على أي خريطة. قال البعض إنه تحذير، والبعض الآخر لعنة. يعتقد البعض أنهم اختطفوا من قبل قبيلة قريبة، ويهمس آخرون بطقوس قرابين لشيء ما في الغابة. ولكن عندما وصل مستوطنون جدد بعد سنوات، سمعوا أصوات في الليل، ضحكات أطفال قادمة من الأشجار. أصبحت مستعمرة رونوك أول لغز أمريكي عظيم. وحتى الآن يقول السكان المحليون في الليالي العاصفة لا يزال بإمكانك سماعهم ينادون باسم واحد، لأن بعض القصص لا تموت، بل تنتظر فقط أن يتم العثور عليها مرة أخرى.